هل دكتور أحمد زويل يستحق فعلا جائزة نوبل؟ قدم ايه للبشرية عشان يكون أول عربي مسلم يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء؟ والفيمتو ثانية دي اختراع ولا اكتشاف ولا ايه بالظبط؟ أنا إسراء وده مؤثرون. في 1946 وفي مدينة دمنهور اتولد أحمد زويل، طفل صغير لكن بعقل كبير وحب للعلم غير عادي، ومن جامعة في اسكندرية لأمريكا. رحلة عالم بمعنى الكلمة اتحدى المستحيل عشان يغير مفاهيم الكيمياء ويعرف سر الزمن. طب ايه اللي قدمه بالظبط وايه هي الفيمتو ثانية دي؟ خليني ابسط لك الموضوع خالص عشان احنا الاتنين نفهم. الفيمتو ثانية دي هي جزء صغير جدا من الثانية، يعني وحدة قياس للزمن زيها زي الساعة والدقيقة. الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. اما الفيمتو ثانية بقى فهي مليون مليار من الثانية. ايه الرقم ده؟ يطلعوا كام دول؟ وعشان نبسط الموضوع اكتر اقدر اقولك ان الفرق ما بين الثانية والفيمتو ثانية زي بالظبط الفرق ما بين الثانية وال32 مليون سنة. ودكتور احمد زويل اخترع جهاز بيصور بسرعة الفيمتو ثانية، والجهاز ده هو اللي اخذ عليه جائزة نوبل. ودي حاجة قلبت الدنيا في وقتها وفتحت باب الفضول للعلماء في عالم كان مجهول بالنسبة لهم. خلى العلماء يفهموا ازاي الجزيئات بتتفاعل، وبقوا يشوفوا التفاعلات الكيميائية واللي بتحصل في جزء صغير قوي من الثانية كأنها ماتش كورة. ولما شافوا وفهموا التفاعلات دي ظهرت اختراعات كتيرة قوي في مجالات مختلفة زي الطب والإلكترونيات وعلوم الفضاء. فمثلا ساعدت في كتير من العمليات الطبية اللي كانت مستحيلة قبل كده. والبيولوجيين قدروا يفهموا جسم الإنسان وأجهزته بتشتغل إزاي بالظبط وبمنتهى الدقة. إنجاز عظيم زي ده كان لازم يتكرم عليه. وفي 1999 فاز دكتور أحمد زويل بجائزة نوبل. دكتور أحمد زويل ابن دمنهور خريج كلية العلوم جامعة اسكندرية هو أول عربي مسلم يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء. مش بس كده، ده كمان عمل وعرف البشرية على علم جديد تماما هو أول رواده اسمه كيمياء الفيمتو. وكمان كان أحد مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، رقم 9 في قائمة شرف الولايات المتحدة، واللي بتضم 29 عالم بس ساهموا في بناء النهضة الأمريكية. أحمد زويل ما كانش مجرد عالم، كان ملهم ومؤثر ومؤمن بقوة العلم، وعمل كتير جدا عشان يدعم العلم والبحث العلمي في مصر والوطن العربي. لايك وشير للفيديو لو شايف ان دكتور احمد زويل يستحق كل تقدير، وكمان ما تنساش تعمل لنا فولو سبسكرايب عشان تشوفنا اكتر وتسمع اكتر عن شخصيات مؤثرة في تاريخنا العربي والاسلامي. وبس كده، انا اسراء قاسم، سلام.